نبدأ بالسؤال الأول. فيصل، تصريح رئيس الجمهورية. تصريح رئيس الجمهورية أنا بالنسبة لي ما في حتى جديد، يعني هو تصريح قديم، هو تصريح هذاك قديم وعاودوا رئيس الجمهورية، وهذا الشيء اللي كنا نقولوه دائما في كل مرة نعاودوا نقولوه، وذكرنا به في الحصص اللي فاتت. في كل مرة كنا نقولوا هذا هو الموقف الجزائري ظاهر باين، لا غبار عليه، يعني لا غبار عليه. ربما التصريح جاء اليوم لأن الساعة قد اقتربت، لأن رئيس الجمهورية باش يقبل يعمل تصريح كما هذا مسيل، ما نقولوش مثير للجدل، لكن مسيل للحبر. هو تصريح مسيل للحبر، والكثير من الحبر سوف يسيل في هذا الأمر. هذا هو أمر يعني مادام سؤال ليس تصريح في حد ذاته، لأن التصريح هذا هو موقف الجزائر ثابت لا يتغير. السؤال مفروض هو علاش الآن؟ هذا ما كان علاش الآن. أنا قلت لك لأن ربما الرئيس الجزائري، الدولة الجزائرية راهي تشوف باللي الساعة راهي قربت باش تقوم دولة فلسطين كاملة الأركان، مكمولة الأركان حسب حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. موقف الجزائر ثابت باين. كتير ناس ربما ما على بالهمش حنا علاش ما نطبعوش مع الكيان الصهيوني، كتير ناس مش عارفين. يعني اللي دايرها قضية تاع دين، حنا لا دين، حنا سنا غير نافوغ مع الدين. دين لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. من شاء فليؤمن، من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر. بيسهل عليه. دوك حنا رانا عندنا علاقات مع ناس يعبدوا بقرة، ناس يعبدوا حجرة، ما عندنا علاقات مع ناس ما يعبدوا والو، عندنا علاقات مع ناس يعبدوا صحابة، عندنا علاقات مع ناس يعبدوا النار، فهمتني؟ الناس يعبدوا جدهم، الناس يعبدوا الملك تاعهم، كل واحد وش يعبد. احنا نعبدوا ربي سبحانه على كل حال، لكن هذا ما يمنعناش باش نتاجروا معهم. يعني تطبيع العلاقات يعني تجارية، سياسية، اقتصادية مع هذه الدول كلها، بما فيهم الكيان الصهيوني هذا الذي لا نعترف به نحن كدولة، ليس بسبب عقيدته أو دينه أو لونه أو جنسه أو لا. احنا السبب واضح، هو اعتداء على إخواننا في فلسطين، احتلال فلسطين. اخرج من فلسطين، تقوم دولة فلسطين، ان عادي نتعامل معاك مثل غيرك، لانه كاين ناس اذا كنت شر، كاين ناس شر كيما انت، وكاين اللي اكثر منك، وكاين اللي اقل منك، وكاين انا نتعاملوا معاهم. يعني هادو ابرياء اللي رانا نتعاملهم، ولا براء، لا راهم كيف. احنا الموقف تاعنا واضح. القضيه اللي بيننا وبين الكيان الصهيوني هي فلسطين، هي احتلال فلسطين. وكنا دائما نقولوا الجزائر العقيدة تاعها منذ الأزل، منذ بداية الاحتلال، وإحنا نقولوا ما نطبعوش حتى تخرجوا، حتى تتحرر فلسطين أو تستقل فلسطين أو تتنقسم على الأقل حل الدولتين كخطوة أولى. هذه نقطة أخرى. بعد نتكلموا على حل الدولتين، الآن نتكلموا على القرار تاع أو التصريح تاع رئيس الجمهورية. قرار مازال ما اتخذش قرار، لكن هو تصريح. هذا التصريح هذا هو تقريبا تصريح جميع الدول الإسلامية والعربية الغير مطبعة، يعني دول عدم التطبيع. حتى نشوفوا مثلا العربية السعودية، محمد بن سلمان مؤخرا أدلى بنفس التصريح، عندها حوالي 3 شهور ولا 4، أدلى بنفس التصريح. قال لهم احنا المشكلة اللي بيناتنا هي احتلال كيان صهيوني، احتلال فلسطين، حل الدولتين. يعني الشرط باش نطبع، نهار قالوا له طبع باش يديروا الطريق تاع بن غوريون والحكايه هذيك، قال لهم لا، قال لهم انا ما نديرش معكم الطريق وما نطبعش حتى تتحرر فلسطين. ومحمد بن سلمان قالها مور تبون باش نفهم. هو محمد بن سلمان نهار قالها كان تبون عنده حوالي شهر من اللي قالها تبون منا، ثم عاود نفس الشيء محمد بن سلمان. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري
هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. دونك السؤال المطروح، الجزائر بهذا النظرة الاستراتيجية والاستشرافية واللي راهي ضالعة وداخلة في كثير من القضايا تاع السلام في العالم كامل، دوك راهي عارفة الجزائر عندها فكرة على الملفات وين راهي واصلة، على عكس بعض الدول اللي ماهيش فاهمة أساسها من راسها. الجزائر الظاهر أنها فاهمة مليح، الشيء اللي يبين باللي الجزائر فاهمة مليح اش راه يصرى، تلقاها عندها واحد البعد الناظر وعندها السبق، عندها السبق مقارنة بالكثير من الدول اللي رانا نشوفوهم اليوم راهم يتخبطوا. باش الجزائر خرجت اليوم وتكلمت ترقبوا كل الدول اللي حتتبع الجزائر على دراية. مادام الآن بالذات خرج هذا التصريح هذا تاع نطبعوا مستعدين نطبعوا العلاقات التجارية والاقتصادية وكذا مع الكيان الصهيوني في حال قامت دولة فلسطين كاملة الأركان. هذا التصريح قلت لكم نعاود ماهوش تصريح غريب. الغريب في الأمر هو لماذا الآن هذا ما كان، ولماذا الآن. أنا قلت لك الجزائر ما قالتها عبثا الآن، مادام قالتها كاين حاجة. دوك تبون هذا ما راهوش فارغ شغل. دوك جاي نتايا في ظل هاد المشاكل تاع العالم كاع جاي تحكي لي على حاجة مازال دير اجلها من بعدها، دير رحم بابك احكي لي على المواضيع الآنية. دوك شنو صار؟ دوك قاعد تحكي لنا على التطبيع ويخصك انت بحوار، تبون يخصك بحوار الآن، تبون ما يهدرش هكاك برك. باش هدر يعني التمس آفاق قريبة جدا من أجل استقلال فلسطين إن شاء الله. بين قوسين كي نقول لك أنا نطبع العلاقات معك يعني نحبس العداوة معك، ماكش عدوية خلاص. علاش كنت عدوية انت علاش عدوية لأنك محتل فلسطين خلاص ماكش محتل فلسطين. ما توليش عدوية، ما توليش صاحبي، مش معناها تولي صاحبي وصديق وصداقة كيما هو داير المروك وروحي ورواحي، لا. طبيعة علاقات يعني تمثيل دبلوماسي، اعتراف كي يعترفوا بفلسطين وكذا. الحق انا اعترف بك بلي انت دولة وغدوة من الغدوان، واللي كي نكلمك نقول عليك اسرائيل مش كيان صهيوني، نقول اسرائيل دولة اسرائيل. جامي تتخيلها هنايا راك تحل باب جهنم على نفسك. هذه كلمة تاع جامي نتخيلها. نقول لك علاش. دوك نتايا راك رئيس الدوري لمجلس الامن، اي خلاص البارح ولا البارح كنت رئيس مجلس الامن، قاعد تهضر مع اسرائيل بواحد الصيغه ما تهضرش بها مع ناس واحد اخرين. دوك ناس واحد اخرين تقول له رئيس الجلسه يقدم الكلمه الى مثلا، يعطي الكلمه الى دوله كذا، يعطي الكلمه الى ممثل دوله كذا، الا كي يلحق لاسرائيل يقول رئاسة مجلس الأمن، ليس أنا راني رئيس نعم، لكن الرئاسة ماشي غير أنا وحدي. الرئاسة ليس أنا كوزير أو كممثل للجزائر، أنا كممثل مجلس الأمن. مجلس الأمن راهو يعطيك الكلمة، هو يعطيك الكلمة ماشي أنا. هم يقولوا لك أهدر، هم قالوا لك أهدر، هم قالوا لك اسكت، هم قالوا لك صحة. أنا ما نقول لك صحة، ما نقول لك أهدر، ما نقول لك اسكت. كي نحكي معاك كرئيس نحكي معاك باسم مجلس الامن، لكن كي نحكي معاك كوزير نحكي باسمي انا ونمرمدك نسمعك ما لا يرضيك. دوك المجتمع الدولي كله راهو يلاحظ هذا الشيء هذا. دوك حنا مثلا نشوفوا الان سياسه امريكا الجديده هذه ترامب وكذا، يقول لك ما نحبش الحرب. ترامب يقول لك انا ما نحبش الحرب، انا حاب نحبس الحروب، وجاي داير علاقات معانا والدنيا وشراكه وتعاون عسكري واقتصادي وطاقه وكذا. بدي نشوفك انت تدير في الحرب، تقول لي وراء الحرب يا وليك علاش راك دير في هذه المشاكل مع اسرائيل؟ واش علاش راك دير؟ انا ترامب، انا ماني معاك، ماني معاه. هيا دوك فهمني دوك على كتب الله فيه واش دار لك؟
حتى لفلسطين، هاي لك فلسطين، انا درنا لك اللي وشكون تطلب، حل الدولتين عاصمتها القدس الشرقيه، سلام عليكم خلاص، هاي لك بلادك، هاك عطاها لك. كاش ما دار لك والو. دوك لو كان تبدا تكمل بهذه العقليه تاعك وتقول انا نعادي، هنا راح يبدلوا النظره عليك ويقولوا هذا ما راهش، هذا فلسطين كان دايرها سبه برك، هذا راهو عنصري، يدخلوها لك في معاداه الساميه ويدخلوها لك كذا. هنا راك تنظر بزاف. تقول لي كيفاش ننظر؟ نقول لك كيفاش تنظر لانك هنا راك تبين بلي انت ما راكش ضد اسرائيل كاسرائيل، لانه اسرائيل راك مقاطعها، انت تقول على جال فلسطين، هاي فلسطين استقلت، تما انت مقاطع اليهود كيهود. دوك اليهود هنا ينوضوا لك، ينوض ايلون ماسك يقول لك انا يهودي، يقول لترامب حبس لي العلاقات معه، ما تزيدش تهضر مع هذا كاع خلاص. الصين ينوضوا له الشركات، ما ادراك ما الشركات الصين، تبون هذاك حبس سيد، راهو عادينا سيد، راهو عنصري هذاك، تحبس معاه. والله العظيم تولي فيه حصار اقتصادي، تغلق على روحك كل المنافذ، يعني تحل على نفسك ابواب جهنم. يا اخي العزيز، تعامل مع الناس على اساس واش داروا لك هم، هذا ما كان. يعني احنا على بالنا باللي هاد الناس هذوما مقسمين الى 5 اقسام، هاد الناس هذوما مقسمين الى 5 اقسام. 4 اتعامل معاهم عادي، الخامس ما تتعاملش معاه، الخامس حاربه. اللي تتعامل معاه هادي هو اهل الذمه، ذمي هو هكاك تعامل معاه. الثاني هو المؤتمن، عنده تأشيرة ولا تعطي له الأمان، تقول له ادخل تأشيرة ولا هذا ما يحقلكش كاع تمسو. الثالث هو المعتمد كشركة أو كوزير أو كدبلوماسي، سفير ولا كذا، معتمد ما يحققش تمسو. الرابع هو المسالم ما دلك والو، ما يحققش تمسو. الخامس هو المحارب، هذاك هو اللي تحاربه. احنا رانا نحاربه في المحارب، علاش نحاربوا فيه؟ باسكو يحارب فلسطين. دوك كي يحبس الحرب ضد فلسطين تحبس انت، ما تحاربوش. كي يحبس الحرب ضد فلسطين تحبس معه، وان عدتم عدنا. رئيس نعم، لا للتطبيع مع المجرمين، معك حق، لكن المجرم كي يحبس الاجرام مش رايك انت، حبس الاجرام خلاص. وان عدتم عدنا، انا يقول لك على كل حال عدنا احنا نعود. نقول لك على هما معروف عليهم باللي كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني احنا لو كان يحبسوا مع فلسطين الحرب ونطبعوا معهم، راح ينبذون العهد، فريق منهم على الاقل سوف ينبذ العهد ويعاود يضرب ولا كش ما يحت الاراضي ولا كش ما يدير، ويعاود ينقطع التطبيع. يعني ما انا التطبيع مع الكيان الصهيوني نشوفه قائم الى يوم القيامه، عدم التطبيع.